السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم لدينا رحلة ممتعة مليئة بالحماس مع منتخب الجزائر الذي يتألق في تصفية كأس أفريقيا 2025. كيف استطاع محارب الصحراء تحقيق هذه الهيمنة؟ وهل هم مستعدون لحصد اللقب في المغرب؟ دعونا نكتشف ذلك معا. في تصفية كأس أفريقيا 2025 وقعت الجزائر في المجموعة الخامسة، مجموعة تضم غينيا الاستوائية وطوغو وليبيريا. ولكن رغم المنافسة استطاع المنتخب الجزائري فرض سيطرته منذ البداية. لكن ما الذي يجعل الجزائر متألقة بهذا الشكل؟ الجزائر لم تترك أي مجال للشك بعد خوض 6 مباريات جمعت فيها 16 نقطة كاملة من 5 انتصارات وتعادل واحد فقط بدون أي خسارة. وسجل الهجوم 16 هدفا بينما لم تهتز شباك الجزائر إلا مرتين فقط. إنه أداء يعكس التوازن بين القوة الهجومية والدفاع الصلب للجزائر. ولكن الأهم، هذا الأداء ليس وليد الصدفة، بل نتيجة تخطيط محكم وعمل جماعي. على الجانب الآخر كانت المنافسة أقل استقرارا، فغينيا الاستوائية حلت في المركز الثاني برصيد 8 نقاط فقط، لكنها تلقت 11 هدفا مقابل 8 فقط سجلتها هي. نمر إلى طوغو، احتلت المركز الثالث برصيد 5 نقاط مع دفاع يعاني حيث استقبل 10 أهداف. وأخيرا ليبيريا في ذيل الترتيب ب4 نقاط فقط مع فارق أهداف كارثي يبلغ 8 أهداف. الجزائر تفوقت على هذه الفرق ليس فقط في النتائج ولكن أيضا بأسلوب اللعب الذي يعكس نضجا تكتيكيا للمنتخب الجزائري. ولكن أين هو سر نجاح الجزائر في هذه التصفيات؟ فسر نجاح الجزائر في هذه التصفيات يكمن في عدة عوامل، منها الانضباط التكتيكي الذي يظهر في كل مباراة، وأيضا قوة خط الوسط الذي يربط بين الدفاع والهجوم بسلاسة، أيضا الدفاع الصلب الذي يضم حائطا أمام هجمات الخصوم. بالطبع لا ننسى الروح القتالية العالية التي يتمتع بها المنتخب الجزائري، وهو ما يجعله دائما مرشحا قويا في أي بطولة. ومع هذا الأداء القوي يدخل المنتخب الجزائري كأس أفريقيا كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب. البطولة ستقام في المغرب، ما يعني أن الجزائر ستستفيد من الدعم الجماهيري العربي، فهذا سيعيد التاريخ نفسه ويضيف المنتخب لقبا جديدا إلى خزائنه. منتخب الجزائر ليس فقط فريق في الملعب، بل هو قصة وطن وشعب. دعمكم يا جماهير الجزائر هو السلاح الأقوى الذي يعتمد عليه الفريق. صوتكم هو الدافع الأكبر لتحقيق الانتصارات. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن الكرة الإفريقية والعربية. شاركونا في التعليقات. هل تعتقدون أن الجزائر قادرة على الفوز بكأس أفريقيا 2025؟